السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فراخ، وهنعمل جنبهم رز بشعرية ورز بسمتي بالخضار، وكمان هنعمل بطاطس بالصلصة، وكمان نعمل طحينة وسلطة بكل سهولة. يلا يا حبايب قلبي، هنعمل ايه؟ اول حاجة انا جبت كده الطبق بلاستيك وحطيت في قلب الحوض. فتحت كده المية جارية زي ما انتم شايفين، وقطعت كده الفرخة. احط بقى، هنقع بقى الفراخ بقى حوالي نص ساعة. حطيت بقى حبة ملح، معلقتين سكر، حبة خل، وهجيب نص ليمونة كده هعصرها عشان الزفارة. انا هنا قطعت الفرخة، الوركين زي ما هما، الصدرين قطعتهم بانيه علشان انا عندي اطفال بيحبوا ياكلوها بالفيجيتار. فقطعت بانيه وخليت الوراك زي ما هي كده، هقطعها نصين علشان هنعملها زي الكنتاكي كده. بعد كده نقعت كده الفراخ حوالي نص ساعة، وهبدأ بقى اقطع كده بقى ايه الحتة اللي هي اللي احنا قطعناها من الصدر، زي الهياكل كده. هنقطع الأجنحة كده، وهقطع كده الزور بتاعها عشان برضو هتبلهم مع بعض كلهم مع بعض كده. خليكي كده نضفي اي حاجة كده ريشة، شيلي الجلد الزيادة، ونضفي كده حلو. وبعد كده هتدلقي ميه وهتحطي تاني في ميه نظيفه. هنعمل كده حوالي 3 4 مرات علشان الزفاره تطلع معانا. انا بقى هقطع كده الصدور كده زي انتوا شايفين كده صوابع، عشان انا عندي اطفال بيحبوا صوابع. انتوا حابين تقطعوها زي الحته العريضه كده، براحتكم، ده اختياري. خلاص انا قطعت كده البانيه، وبعد كده هقطع الوركين كده وانتوا شايفين نصين. خلاص، علشان انا عندي الوركين دولت والاجنحه والزور هسلقهم نص سلقه. يعني هسلقه كده نص سوا علشان لما اجي اتبلهم في التتبيله واحمرهم يبقوا ميبقوش نيين. خلاص يا حبايب قلبي، انا كده خلاص كده غسلت كده كل الكميه، وهطلعهم بقى كده من الميه، وسيبيهم بقى في مصفى يتصفوا علشان نعمل التتبيله بتاعتهم. خلاص انا صفيتهم كده، هحطهم بقى في طبق بلاستيك زي ما انتم شايفين. هجيب بقى كده حبايتين من الطماطم، بصلايه كبيره، توم باودر، بصل باودر، معلقه سكر، معلقه ملح، كمون، فلفل اسود، 7 بهارات. خلاص انا ضربت كده الطماطم مع البصل في الخلاط، وحطيت البهارات زي ما انتم شايفين كده على الفراخ. واسيب بقى الفراخ كده في التتبيله حوالي ساعتين. لو عملتها من بالليل للصبح هتبقى حلوه قوي. لو انت مستعجله ساعتين وهتبقى حلوه قوي. بس اهم حاجه اسلق الوركين قبل ما تتبليهم. خلاص يا حبيب قلبي، انا معايا هنا حبه نشا، ومعايا هنا خلطه الفراخ، وبعد كده عندي دقيق، بيكنج باودر. انا حاطط كده من حبه خلطه الفراخ وحبه دقيق. وبعد كده احط معلقه بيكنج باودر صغيره، وحبه مرقه اللي هي الفوريه، وحبه النشا. دي هنعمل بيها الطبقة الأولانية اللي هي الكفر اللي احنا هنعمله الأول. ومعايا هنا ستريبس كده زي ما انتوا شايفين، البرطمان دوت اللي بالستريبس اللي احنا كنا عاملين قبل كده الفراخ البانيه اللي هو الشركات. احط حبة كمون، فلفل اسود، وحبة ملح، علشان ده الدقيق اللي احنا قلنا عليه الطبقة الأولانية، وهذا الستريبس اهو اللي احنا قلنا عليه. خلاص كده انا هحط معلقة البيكنج باودر على الدقيق عشان انا نسيت احطها. احط كده معلقة صغيرة. وبعد كده خلاص انا كده جهزت كده التتبيله اللي هي الدقيق بتاع الفيجيتار اللي احنا هنعمله بيه الفراخ. بس اهم حاجه كده اسيب بيها الفراخ. خلاص سيبيها كده لحد ما تتبل كده معانا. انا بقى هبدا بقى اجيب الرز البسمتي. انا عندي كده من ربع كيلو من الرز البسمتي، ده كان عندي فقلت اعمله جنب رز مصري اللي هو رز بشعريه. فانقع الرز البسمتي نص ساعه على ما نشوف هنعمل ايه. خلاص يا حبيب قلبي، انا غسلته كده مرتين، وسبته بميه كده مدة نص ساعة. خلاص بعد نص ساعة انا صفيت الرز كده، وجبت صلصة، قطعت كده بطاطس وبصل على البطاطس. وبعد كده عندي رز وشعرية. انا اول حاجة هعمل البطاطس، هجيب كده صينية واحط فيها يجي معلقتين 3 كده من الزيت، ومعلقة سمنة، عشان اشوح بقى البصل بالبطاطس عشان نعمل صينية البطاطس كده بالصلصة. خلاص احنا ده كله سايبين الفراخ في التتبيلة. اخر حاجة هعملها طبعا الفراخ علشان تلحق تشرب من التتبيلة وتكون طعمها حلو كمان. انا دني كده هقلب في البطاطس، حطيت كده من المعلقة من السكر على البطاطس واحنا مشوحة كده. احط فلفل اسود، كمون، من كل حاجة معلقة صغيرة كده، ما تكتروش. وداني كده برضو
هقدر اقلب في قلب البطاطس علشان ما تتحرقش مننا. احط كده حبه من الملح. خلاص، واحط كده قلبين من المرقه، وبعد كده هضيف الصلصه بتاعتي. يا جماعه، دي الصلصه اللي احنا خزناها مع بعض، حمرا ازاي وجميله، بتخلي الاكل جميل واحمر زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى حبه كده من الميه علشان اسيب بقى البطاطس تستوي مع نفسها. هبدأ بقى هعمل الرز البسمتي زي ما انتم شايفين. حطيت حبة زيت ومعلقة سمنة علشان اشوح الاول البصلاية. انا جايبة كده بصلاية فرماها زي ما انتم شايفين ناعم، يعني ابشريها. وبعد كده عشان هنعمل بيها الرز البسمتي شوحتها زي ما انتم شايفين كده مع الزيت والملح. وبعد كده حطيت البسلة يا دوبك تتشوح على طول. احط كده جبت جزرايه وبشرتها زي ما انتم شايفين. وبعد كده هحط كده معلقه من الكركم. وبعد كده نحط نص معلقه كده من القرفه المطحونه الناعمه. عندك القرفه اللي هي العيدان حطيها، بس صراحه لما تحط القرفه ناعمه بتدي طعم حلو قوي للرز البسمتي. هدنا اشوح كده على طول، مش هشوح كتير. وبعد كده احط قلبين مرقه، معلقه سكر صغيره، واضيف بقى الرز بتاعنا اللي هو الرز البسمتي بعد ما نقعناه نص ساعه يا دوبك. بس اشوحه ثواني كده، وبعد كده هزوده كده حبة مية. ما كتريش مية علشان ما يتهريش معانا. خلاص يا حبايب قلبي، انا كده جبت مية يا دوبك اغطيه، وبعد كده هقلبه. بس سيبيه بقى يا دوبك يتشرب، وبعد كده وطي عليه. خلاص، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. وبعد كده حطيت كده حبة ملح. الطريقة دي حلوة قوي. لو انت عايزة تعمليها من غير بسلة ولا جزر اعمليه. خلاص، انا شفنا كده البطاطس بدأت تغلي مع بعض. هعمل بقى الرز اللي هو بشعرية. انا حطيت كده حبة زيت، وبعد كده احط معلقة سمنة كبيرة. هسيب بقى السمنة تسيح كده زي ما انت شايفة بالزيت، وبعد كده احط بقى الشعرية. بس اهم حاجة ايدك فيها علشان الشعرية ما تتحرقش مننا. يا دوبك احنا عايزين الشعرية اللون يكون اللون الذهبي علشان يبقى الشكل حتى حلو والكلام ده. ده انك بقى ايدك مستمرة في الشعرية لحد ما يوصل اللون اللي انت عايزاه. انت بتحبي اللون غامق حطيه، بس انا عندي بحب الدرجة ديت في اللون الذهبي، بتخلي لون الرز حلو وطعمه حلو كمان. انا جبت كده قلبين من المرقة، وبعد كده ضفت كده الرز، وده انا اشوحه كده، وبعد كده هزوده مية زي ما احنا متعودين كده نسقي الرز بتاعنا. اهم حاجة تغطيه علشان ما يتهريش مننا. غطي كده الرز كده بالميه زي ما انت شايفه. شوفي لو عايز ملح حط حبه ملح. انا كده احتجت حبه ملح، حطيت حبه ملح. وبعد كده هقلبه تقليبتين وهسيبه بقى يغلي. وبعد ما يغلي هوطي النار عليه. انا لقيت كده الرز التاني بدأ يتشرب، هديله برضه تقليبه، والبطاطس برضه هديها تقليبه. خلاص كده انا وطيت بقى على الرز زي ما انتم شايفين كده، وطيت خالص النار عشان يستوي. والبطاطس خلاص جهزت معانا واستوت. انا بقى خلاص، انا عندي كده الوركين زي ما انتم شايفين انا سلقتهم نص سلقه، بس شلت الجلد منهم. يعني شيل الجلد. وبعد كده هحط بقى الفراخ في قلب الدقيق اللي احنا تبلناها مع بعض. هعمل ايه بقى؟ هعمل طبقه من الدقيق هركنه بقى، وبعد كده اخلص كده الاجنحه وكل اللي عندي. وبعد كده هعمل بقى البانيه. خلاص، زي ما احنا متعودين هنعمل الطبقه الاولانيه، نخلص الدقيق ونحطهم في صينيه نرصهم علشان نعمل الطبقه التانية. خلاص يا حبيب قلبي، خلاص انا كده قدرنا اخلص كده كل الكميه. وبعد كده التتبيله دي ما ترموهاش، هنحطها في علبه صغيره علشان هنستخدمها تاني في التتبيله التانية اللي هي الطبقه التانية. خلاص. بعد كده بقى خلاص انا كده احط كله كده في صينيه زي ما انتم شايفين كده. انا خلصت كده الطبقه الاولانيه بالدقيق زي ما متعودين قبل كده، ما عملنا قبل كده مع بعض البانيه. هجيب بقى التتبيله. انا مش هعملها ببيض. لو انت عايز تعمليها ببيض اعمليها، بس انا مش هعملها ببيض. انا متعوده على طول مع بعض بنعمل التتبيله ديت كده، بتبقى طعمها حلو قوي. انا جبت التتبيله وحطيت كده الفراخ تاني في التتبيله، وبعد كده حطيتها في الستريبس كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده خلاص اجيب برضو الوراك زي ما انتم شايفين وهعمل نفس كده. لو انتوا حابين تعملوها فيجيتار بس مش عايزين الستريبس ده براحتكم، بس انا قلت تغيير والاطفال بيحبوا الحاجات دي وكده. خلاص يا حبيب قلبي، هدني بقى اخلص كده كل الكميه زي ما انتوا شايفين بالطريقه ديت. لو انتوا عايزين تحطوها في التتبيله مرتين حطوها، بس انا صراحه قلت احطها مره واحده حلوه قوي. عشان ما بتبقى مقرمشه قوي يعني.
خلاص انا كده جبت الاجنحه كده زي ما انتوا شايفين، وهعمل كده بعد كده هعمل بقى البانيه. البانيه ما بياخدش حاجه زي ما انتوا شايفين برضو، يا دوبك هنحطها في قلب التتبيله على طول، وفي قلب ستريبس مش هياخد وقت. خلاص يا حبيب قلبي انا كده خلصت كل الكميه. وبعد كده بقى هشوف الرز والحاجه استوت ولا لا. ادي الرز كمان اللي هو بشعريه استوى، وكل حاجه استوت معانا. خلاص انا كده خلصت كل الاكل. يا دوبك بقى هقلي البانيه الاول زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه على نار وسط، ما تحطيش اول ما تحطي الفراخ ما تحطهاش في نار عاليه علشان ما تتحمرش منك على طول. يا دوبك كده الزيت يسخن كده منك، ووطي، ولا توطي قوي ولا تعلي قوي، في الوسط. خلاص يا حبيب قلبي انا دني كده هقلي كده، بس اهم حاجه عينك عليه ما تسيبوش خالص، ودني كده قلبي فيه علشان ما يتحرقش. خلاص انا كده لقيتيه احمر معاكي، قلبيه بقى. هاتي صينيه كده جنبك، حطي فيها ورق مناديل اللي هي بتاعه المطبخ، وطلعي كده البانيه علشان لو في اي زيوت كده زياده تطلع في قلب على المناديل كده ما انتوا شايفه. وهجيب مصفى صغيره عشان اطلع كل اللي في الزيت، علشان لما اجي اقلي تاني الطبقه التانية اللي هي الحطه التانية للبانيه ما يتحرقش معايا، وكمان ما يحرقليش البانيه. خلاص وبعد كده بقى هضيف تاني طبقه كمان من البانيه، وهدني كده اخلص كده كل الكميه. وبعد كده احط كده الوراك والاجنحه وكله، اخلص كل الكميه وهرجع لكم يا حبيب قلبي. خلاص كده خلصت كده كل الكميه. شايفين كميه الفرخه يعني عملناها قد ايه؟ يعني فرخه واحده عملت زي ما انتوا شايفين. الطبق اللي على الشمال دوت دي صدرين فرخه، والطبق التاني الوركين والزور والاجنحه اللي هي اتبقت من الصدرين. خلاص يا حبيب قلبي هغرف بقى وهرجع لكم يا حبايب قلبي. وده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الفراخ والرز والسلطه، وعملنا طبق سلطه حلو كده وطحينه والبطاطس، ومعانا الرز اللي هو البسمتي ورز بشعريه و... وده الشكل النهائي. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ اكلة بسيطة وما خدتش وقت معانا، وعملنا من فرخة واحدة بسم الله ما شاء الله. اللي يشوفها يقول اكتر من كده. لا فرخية واحدة هتقدري تعملي اكبر من العزومة. لا يعني لو جبت فرختين وعزم حد يعني ان شاء الله الفرختين هيقضوا، لكن انا عملت فرخة بسم الله ما شاء الله، يعني هيكفوا اكتر من 10 تنفار، وان شاء الله هتعجب حضراتكم. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. واحلى لايك واحلى كومنت كده، احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.